17 يناير 2010 توجه وفد إخواني رفيع المستوى يضم متولي صلاح الدين عبد المقصود متولي، ومحمد سعد توفيق الكتتني، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، وحسين محمد إبراهيم حسين، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، وأسامة سعد حسن جادو إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتلبية الدعوة التي وجهت لهم في الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة. والتقوا وقتها بالفلسطيني محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والذي استفسر منهم خلال اللقاء على عدة أمور تتعلق بمصر، وكانت بالترتيب: أولا، أوضاع جماعة الإخوان عقب تولي محمد بديع منصب المرشد، وطبيعة شخصيته، وخلفية استبعاد الإخوانيين محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح من عضوية مكتب الإرشاد. وأكد الوفد الإخواني المشارك في اللقاء أن استبعاد حبيب وأبو الفتوح كان بهدف سيطرة التيار القطبي على مقاليد الأمور داخل الجماعة، بالنظر لكون الإخوانيين المذكورين يمثلين التيار الإصلاحي داخل الجماعة، وهو الأمر الذي قد يشكل عائقا نحو تنفيذ مخططهم في إحداث الفوضى للقفز على السلطة حين تحين الظروف. ثانيا، الاستعلام عن الوضع الداخلي في مصر ومستقبل النظام السياسي القائم في ظل وجود ترديدات أو احتمالات لترشيح اللواء عمر سليمان لتولي منصب رئيس الجمهورية. ثالثا، قدرة الجماعة على زعزعة الاستقرار القائم بالبلاد في حالة اتخاذ الجماعة قرار بالنزول إلى الشوارع. رابعا، مدى حجم وثقل السيد وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي والنفوذ السياسي لرجال الأعمال وقوة تأثيرهم. خامسا، إمكانية فتح قنوات اتصال مع بعض الباحثين بمركز الأهرام الاستراتيجي للتواصل معهم. وفي نهاية اللقاء أكد الفلسطيني محمد نزال للوفد الإخواني اتجاه حركة حماس وحلفائها الإقليميين وعلى رأسهم إيران لتغيير النظام القائم.